مهمة جدا، فيها مصارحة، فيها مكاشفة، فيها كلام كتير، لازم نتكلم، لازم نكون صراحة مع بعض في كل حاجة، لأنه جماهير النادي الأهلي قلقانة، زعلانة، متضايقة، حزينة، كل المرادفات بتاعة الحزن والزعل والغضب والألم كلها موجودة. الدوري العام امبارح كان بيناديك، النهارده بيبعد عنك. بيبعد عنك بمعنى انه بيبعد عنك. الشكل العام للفرقه لا مش كويس، مش حلو. الناس مش مبسوطه يعني. اداره فعلت كل ما بوسعها من تدعيمات، من صفقات، من لوائح ماليه جيده، من وقوف بجوار اللاعبين بشكل غير عادي. جماهير حدث ولا حرج، موريك شكل الجمهور امبارح. لازم تسقف، يعني انت يقول لك الساعه 10000 بيروحوا، 5000 بيروحوا، 15000 بيروحوا، ما بيتاخروش، لا مباراه محليه هامه ولا مباراه افريقيه. ماتش الهلال كامل العدد، ماتش بيراميدز كامل العدد، ماتش الزمالك كامل العدد. شكل جمهور الاهلي يعني انت عايز منه ايه؟ عايز منه ايه تاني؟ الناس تعمل لك ايه تاني اكتر من اللي بتعمله؟ فالكره في ملعب الجهاز الفني وفي ملعب اللاعبين. عشان كده احنا النهارده عندنا 3 موضوعات مهمه. واول موضوعاتنا النهارده اعزائي المشاهدين هتكون على السؤال اللي بيتردد على السنه جماهير النادي الاهلي، ما هو مصير مارسيل كولر؟ كولر ماشي، قاعد، مكمل، مش مكمل، قصته حدوته شكلها عامله ازاي؟ كولر مدرب لما تيجي تقول السي في بتاع بطولاته، الانتصارات اللي عملها مع النادي الاهلي، النجاحات حدث ولا حرج. على مدى 2.5 داخلين في 3 سنين محقق 11 بطوله، البطولات اللي خسرها قليله هي بطولات من فئه المباراه الواحده، يعني مباراه في السوبر الافريقي، يعني ما فيش اكتر من كده. اللي خسرهم مباراه مثلا في الانتر كونتيننتال، لكنه دوري عام بيفوز بدوري عام، الكاس لما بيشارك بيفوز في الكاس، بطوله افريقيا بيفوز ببطوله افريقيا. اذا عندك مسيره ناجحه، مسيره طيبه، لكن لابد ان نتوقف عند لكن دي. ماذا حدث لاداء الفريق؟ ايه اللي حصل لشكل فريق النادي الاهلي؟ ليه النتائج متراجعه؟ ليه النتائج متدهوره؟ ليه في وقوع في الريتم بتاع النادي الاهلي؟ ليه في ازمه في فريق النادي الاهلي؟ ليه الناس تتفرج ولا تستمتع الا في مباريات قليله؟ الناس لما هتيجي تشوف المواجهات المباشره بينك وبين الزمالك ما كسبتش، مع ان هذا الرجل هو نفسه الذي فاجأنا في اول مباراه تحت ادارته امام نادي الزمالك في السوبر اللي كان في الامارات، والفوز بهدفين مع عرض رائع، وثم فوز ثم فوز ثم فوز، والفوز على بيراميدز 3، والفوز على بيراميدز مره ثانيه، والفوز على بيراميدز في الكاس، والفوز على بيراميدز في السوبر. يعني كل المنافسين دول كان كولر دائما وابدا حاططهم تحت دراعه، وكان ده سكواد ممكن يكون مش بنفس القوه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، كان بعدد اقل كمان من اللاعبين، كان بمواهب اقل من اللاعبين. بيجي لعيبه ويمشي لعيبه. سافيو ده جه ولعب وكان كويس قوي، وبعدين فوجئنا سافيو مش كويس، خلاص مش كويس. قندوسي جه ولعب وكان هايل، فوجئنا قندوسي مش كويس، ماشي قندوسي. ديانج، مفيش 2 في العالم يختلفوا على ديانج وعلى امكانياته، لكنه ديانج مش كويس، يمشي. شريف هداف الفريق وبيجيب اجوان مهمه جدا وحاسمه جدا وفي مباريات صعبه جدا. شريف مشي، صحيح كانت رغبه شريف انه يمشي، مشي. اللعيب اللي مؤثر اللي مشي من عندك محمد عبد المنعم، كلنا بنعترف، لكن ما شاء الله انت اقوى دفاع في بطوله الدوري العام حتى هذه اللحظه. لكنه ماذا يحدث؟ ايه اللي حصل لفريق النادي الاهلي؟ ليه كل المباريات بنكسب بصعوبه او بنبقى يا دوب نتاهل في افريقيا في مركز ثاني بالعافيه، نخسر في ملعبنا من اورلاندو بايرتس بعد ما قعدنا 27 مباراه ما نخسرش، جاي خسرين من شباب بلوزداد، خسرين من اورلاندو بايرتس، تاهلنا تخطينا عقبه الهلال السوداني، لكنه في حاجه غامضه موجوده في الفرقه، خاصه ان انت عملت تدعيمات. اشرف بن شرقي نجم عظيم، نجم كبير حدث ولا حرج، ولما بينزل بيكسر الدنيا، فجأة تلاقيه ينزل ويخرج. يخرج ليه؟ يخرج ليه وانا في عرض انه لعيب مراوغ، في عرض انه لعيب مهاري، في عرض انه لعيب يعرف يصنع لي هدف، يعرف يسجل لي هدف، يعرف يقلب لي شكل مباراة. ازاي؟ انا ما بقولش ان مفيش لعيب يخرج، ما يخرجش الملعب، اي لعيب يخرج الملعب، لكن طبقا لظروف المباراة. اذا في حالة تغير، لعيبة تدخل فرقة وتطلع من الفرقة، لعيبة تدخل فرقة وتطلع من الفرقة، لعيبة تتشال تلاقيه اساسي وبعدين تلاقيه بره القايمة. في حاله لخبطه موجوده بشكل عام، في حاله من فقدان الثقه. خلينا نتكلم بوضوح شديد جدا جدا. يعني انت بتشاور على لبن العصفور بيجي لك، انت بيجي لك تريزيجيه، انت بيجي لك حمدي فتحي، كلام كتير ان زيزو جاي النادي الاهلي، انت بيجي لك اشرف بن شرقي، عايز تدعيم في الدفاع اختار على اللي انت عايزه هنا، العش حاضر، المش عارف مين حاضر، الدنيا كلها، احمد رضا حاضر، اي حد حاضر، عمر الساعي موجود، ناس كتيره جدا موجود.
المدرب بقى ووجهه نظره الفنيه، ودي سياسه في النادي الاهلي، الاهلي لا يتدخل في عمل العمل الفني بالنسبه للمدربين. من هنا تصاعدت الاصوات كلها لو سمحتوا كولر يمشي. هي نفس الاصوات اللي كانت بتنادي ان كولر ده مدرب عظيم، وانه هيحقق نفس اللي حققه مانويل جوزيه، وانه الخليفه الحقيقي والاصلي لمانويل جوزيه. والراجل فعلا على مدار 3 سنوات مقدم. يعني السنه دي مثلا كسبان السوبر المصري، خسر السوبر الافريقي لكنه كسبان السوبر المصري. كنا في سيمي فاينال الانتر كونتيننتال، كنا قريبين من الوصول للمباراه النهائيه وملاقاه ريال مدريد، لكنه خسرنا بضربات ترجيح، وهنا ليس له ذنب الراجل على الاطلاق في هذا اللقاء. ما هو المصير المؤكد لمارسيل كولر؟ خلينا نتكلم على مرحلتين. المرحله الاولى المصير القريب كولر مكمل، موضوع محسوم، مفيش فيه فصال. واي اداره عاقله واي حد فاهم واي حد بيفكر بشكل عقلاني، طبعا انا عندي مباراه بعد كام يوم مع فريق قوي جدا وهو فريق سان داونز، وللامانه عشان نكون واضحين كعبه عالي علينا شويه. بعدين احنا كان كعبنا عالي، لكن الفتره الاخيره كعبه عالي علينا شويه. صحيح نتائجنا اتحسنت معاه الفتره الاخيره، صحيح ان احنا قادرين جدا جدا بمزيد من التنظيم والانضباط ومن الارتباط ومن ان احنا نفوز باذن الله. مش هقول لك عشان هو خسر النهارده 2-1 من كايزر شيفز الجنوب افريقي في قبل نهائي الكاس، ده ما بيهمنيش، انا ما بيهمنيش ده خالص. لكن اللي يهمني الفريق شكله عامل ازاي. فريق ليس بقوه السنوات الماضيه، لكنه يظل فريق محترم وفريق قوي. واحنا افضل من السنوات الماضيه، لكن عندنا دربكه. اللي موجود عندنا حته دربكه، اللي موجود عندنا حته فقدان ثقه. النهارده الكابتن محمود الخطيب كان موجود في النادي، واظن الكابتن زكريا ناصف كان موجود في النادي، لكن اللي يهمنا رئيس النادي كابتن محمود الخطيب. القرار النهائي لحضراتكم عشان تبقوا عارفين انه كولر ما زال مستمرا كمديرا فنيا للنادي الاهلي. هذا قرار نهائي. وانا قلت لك لو تفتكر الحلقه اللي فاتت قبل ما نطلع الاجازه الاسبوعيه بتاعتنا، قلت لك انه ما لم تحدث كوارث او سوء نتائج، لكن الكولر مكمل عنده مباراتين صن داونز. فكولر مسافر جنوب افريقيا مع الفريق البعثه برئاسه السيد محمد الضماطي، والراجل مكمل. اذا الان ما هو المطلوب من جمهور النادي الاهلي؟ ما هو المطلوب من اعلام النادي الاهلي؟ ما هو المطلوب من المنتمين للنادي الاهلي؟ انسى قصه كولر خالص، وافتكر لكولر حسناته، وافتكر لكولر ان الراجل عمل نتائج جيده، وافتكر ان كولر عنده مباراه سيمي فاينال كاس افريقيا بعد ايام معدوده السبت القادم. السبت القادم، واحنا النهارده الحد، فما عندناش وقت نضيعه. ما عندناش وقت غير ان انا بساند النادي الاهلي، مش بساند كولر ولا بساند قفشه ولا بساند الشناوي ولا بساند شوبير ولا بساند العش ولا بساند بن شرقي ولا بساند مروان عطيه. انا بساند النادي الاهلي، بساند النادي الاهلي. كولر تعاقد مع الاهلي 9 سبتمبر 2022، 11 بطوله، الدوري مرتين، الكاس مرتين، السوبر المصري 4 مرات، دوري ابطال افريقيا مرتين، كاس القارات 3 مرات، نتائج رائعه لا ينكرها الا جاحد. ولكنه دائما وابدا جمهور الاهلي بينسى اي بطوله خدها بينساها، مش بتاعته خلاص بقى، اسف بقت بتاعتي. انا دايما بحب اللي جاي. جمهور الاهلي ما بيحبش يخسر ماتش ودي. جمهور النادي الاهلي النهارده زعلان جدا لانه الاهلي خسر بطوله افريقيا للسيدات امام نادي الزمالك. بنبارك لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الاهلي، لكن الجمهور زعلان لانه بيعمل احتفاليه دائما وابدا مع الفوز، دايما دايما. فجمهور النادي الاهلي يا مستر كولر بيحب البطولات، بيحب الانتصارات، يحب يطلع من كل مباراه هو فايز. بيزعل اول لما يتعادل مباراه، بيزعل اول لما ياخد الدوري يدخل فيه عدد اجوان كتير، بيزعل اول لما ياخد الدوري وهو خسران مباراه او مباراتين، بيزعل جدا. جمهور الاهلي طبيعته كده، نوعيته كده، وهذا هو سر الانتصارات. فما هو المطلوب من مارسيل كولر؟ الثقه المفقوده بينه وبين بعض اللاعبين بوضوح، بوضوح شديد جدا. لابد من جلسات مصارحه، ولابد من اعلان واضح. وفي ايه؟ في ايه بينك وبين بعض اللاعبين؟ مش معقول، مش معقول مجدي قفشه اللي الراجل اللي بينقذني في مباريات كثيره جدا جدا الاقيه جالس دكه البدلاء او بره الفرقه. مش معقول حسين الشحات الاقيه بره الفرقه ماتشين ورا بعض وبعدين الاقيه اساسي. مش معقول اشرف بن شرقي اللي جاي يعني والجماهير فرحانه جدا بيه ان انا في عز احتياجي ليه في المباراه اقوم جاي مخرجه. مش معقول عمر كمال اللي نزلته في الوقت الصعب في ماتش الهلال الاقيه بره الفرقه الماتش ده. مش معقول. انا مش هتكلم عن اللعيبه اللي مشيت، ديانج ولا محمد شريف ولا احمد قندوسي ربنا يشفيه ويعافيه وهنتكلم عنه كتير النهارده، مش هتكلم عن ده، لكن هتكلم عن النادي الاهلي. ايه حكايه معلول؟ قولوا لنا لو معلول فعلا مش قادر
مش قادر يجيب فورمته، قولوا الناس الراجل مش قادر يجيب فورمه والراجل لسه بعيد. طب ما تلعبوا ماتشات وديه، طب ما تشاركوا في التدريب، طب ما تعمل له ماتشات وديه، طب ما تشاركوا في كاس الرابطه. ما راح اجهزه ازاي؟ معلول طبقا لعقده فاضل له شهرين او 3 شهور مع النادي الاهلي، طبقا لتعاقده مع النادي الاهلي، هستفيد منه الى اقصى درجه، الى اخر نقطه عرق. لكن فعلا لو معلول فنيا مش جاهز قولوا لنا، لان انت دلوقتي كمان عندك مشكله، يحيى عطيه الله وكريم الدبيس مش مسافرين مع الفرقه خلاص، تم التاكد، الاثنين باكات ليفت. هعمل تباديل وتوفيق ولا هعمل ايه؟ وانا عندي باك ليفت، قد يكون علي غير جاهز، يبقى الكلام ده يكون واضح. علي معلول لا يشارك لانه غير جاهز. ما اقدرش اقول ان انا طلعت اشرف بن شرقي عشان عايز سرعات، يعني ما عندوش سرعات، عنده سرعات وعنده مهارات وعنده اهداف وعنده كل حاجه. فدي نقطه مهمه جدا. فمصير كولر لكل جماهير النادي الاهلي، كولر مستمر، كولر قاعد. عندي مباراتين سان داونز، والنتائج هي التي ستقول كلمتها في النهايه. يعني اتمنى ان الامور تكون واضحه. انا نفسي مستر مارسيل كولر يعمل قعده مع الاعلام ويتكلم 1 2 3 4، ونفسي لما يكون عنده اخطاء يقول انا اخطات في كذا. اصلا مش عيب، مش عيب على فكره. ايه المشكله ان يكون اخطا في تشكيله، في تغييره، في قرايه مباراه؟ وارد، عادي جدا، بتحصل مع احسن المدربين. انا بسمع جوارديولا وكنت بسمع كلوب، بسمع سلوت، بسمع تنهاج، بسمع كتير جدا مدربين، انشيلوتي، بسمع كتير جدا من مدربين، هانز فليك، كلهم بيقولوا على اخطائهم قالوها. مش عيب ان المدرب يغلط. جوارديولا نفسه بيطلع يحمل نفسه يقول لك انا المسؤول وانا اخطات وانا 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 وانا. انا بسمعهم وبشوفهم. مفيش مدرب ما بيغلطش ومفيش لعيب ما بيغلطش. لكن كمان انا مش معقوله ان انا لعيبه عندي، لعيبه من العيار الثقيل وافقدها الثقه في نفسها، او لعيبه لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم وفي نفس الوقت اديهم في توقيتات صعبه. انا كنت من الناس اللي فرحانين جدا ان محمد عبد الله بيلعب اهلي وزمالك، الولد ما تحملش الضغوط، ما ادلوش انا في ماتش بيراميدز في الوقت الصعب والمباراه تفتح فاضل لي 30 دقيقه كامله اطلع احسن لعيبه عندي او واحد من احسن اللعيبه. موضوع صعب جدا. عمال ادور على سردباكات وعمال ادور على مهاجمين. طب ما ببص على حمزه عبد الكريم، شوف عامل ازاي حمزه عبد الكريم، كسر الدنيا مع المنتخب. لو عندي الحقوق كنت قريت لكم الهدف الثاني اللي سجله امبارح، اللي كان من فضل الله ليه دور هو وزملائه في صعود مصر الى كاس العالم لمنتخب الناشئين، وبنقول لهم الف مليون مبروك. نقاط كثيره جدا وهامه جدا. ماذا دار او ماذا حدث عشان جماهير النادي الاهلي اللي بتعشق هذا الرجل وما زالت تكن له كل الاحترام وكل الحب وكل التقدير تبقى زعلانه منه بهذه الطريقه؟ الناس كلها كنت تيجي ناحيه كولر يقول لك لا ده خليفه مانويل جوزيه، لا ده ربنا كرمنا بكولر، لا ده كولر. ايه اللي حصل؟ الناس كلها زعلانه بالشكل ده، بالطريقه دي، بالاسلوب ده. لازم ندور ما بيننا وبين بعضنا وبيننا وبين نفسنا، ولازم نصارح نفسنا ما هي الاخطاء حتى يتم تلافيها. اعتقد ده كلام واضح. لكنه ما اقوله وبحزم وبوضوح وبصراحه، كولر مستمر، هيلعب مباراه سان داونز. نتمنى ان شاء الله التوفيق، نتمنى الفوز. مجرد انك تعدي سان داونز القصه كلها خلصت. انا بقول لك اهو، عدي سان داونز ربنا يكرمك، القصه كلها انتهت. لان انا عندي دوري عام وهظل متمسك بالامل. الامل وبقى قليل واضح. انا تعادل امبارح بدل ما الفرق يبقى نقطه بقى 4 نقاط، فالفرق بقى قليل او الامل بقى قليل. بس نكسب 6 ماتشات. انا عايز اكسب ال6 ماتشات، عايز اخد ال18 بونت. اعتقد انه ماتشات كلها مع احترامي لكل الفرق اللي هنلعبها كلها فرق محترمه جدا، لكن الاهلي اعلى كعبا من البنك الاهلي، من سيراميكا، من فاركو، من بتروجيت، من حرس الحدود، من كل الانديه دي، كل الحب والاحترام والتقدير ليهم. لكن الاهلي اعلى كعب منهم، الاهلي اكثر خبره منهم، الاهلي اكثر قوه منهم. 6 ماتشات ب 18 بونت، عشان ما حدش بعد كده يقول لك انت مش عارف عملت ايه وخليت ايه وسويت ايه. من فضلكم، افريقيا الموسم القادم مهدده انك مش هتشارك فيها. لازم تبقى عارف كده، المدرب لازم يبقى عارف كده، اللعيبه لازم تبقى عارفه كده. بقول لك النهارده كابتن خطيب راح التمرين. الله، طب الراجل هيعمل ايه تاني؟ الدنيا مهدده بالنسبه لنا. يعني مش هنشارك في افريقيا، هنشارك في الكونفدراليه. والله لو شاركنا في الكونفدراليه وكسبناها وهطلع هنا واقول لك كسبنا عملنا، لكن من جوايا لا هكون مقتنع ولا هكون فرحان ولا هيكون عندي اي انطباع ان انا بكسب الكونفدراليه. بوضوح اهو، بوضوح. الاهلي قيمته دائما وابدا مع الكبار. مش عارفين الناس بيتكلموا على الاهلي ازاي ولا مش واخدين بالكم؟ المحللين والمراسلين وكل الناس تتكلم على الاهلي رقبتها بتتكسر وهي بتتكلم على النادي الاهلي.
رقبتها بتتلوح كده بتتكلم عن النادي الاهلي. انا عندي بتروجيت، عندي حرس الحدود، عندي المصري، عندي سيراميكا، عندي البنك الاهلي، عندي فاركو، عندي 18 بونت. اخد ال 18 بونت الاول، اكسب دوري بقى ما اكسبش دوري خلاص. وكان اهم الثلاث نقاط هم بتوع امبارح بتوع بيراميدز، لكن بكل اسف ضيعناهم. بكل اسف ضيعناهم، او ضيعنا 2 منهم. ولولا ان ربنا سترنا في الاخر فرصنا اخطر وقربنا وكل حاجه، لكنه الاهلي لابد ان يفوز، خصوصا انه بيراميدز كان بينقصه عدد كبير جدا من لعيبته. حتى لو بينقصوش ما انت بتكسبه دايما هو كامل العدد. ايه اللي حصل لنا فيه ايه؟ طريقه التغيير، طريقه اداره المباريات، قصه عامله ازاي؟ طبعا الجماهير لازم تزعل ولازم تغضب. جماهير الاهلي لم تعتاد الا على الفوز بالبطولات والانتصارات، ولو خدت 4 بطولات من 5 بتبقى زعلانه، ولو خدت 5 من 5 يقول لك بس اصل احنا كنا في بطوله كنا محتاجين نكسب اكتر من كده شويه. ده جمهور النادي الاهلي. هذا هو مصير كولر، وهذا هو قرار النادي، وهذا هو رئيس البعثه السيد محمد الضماطي. والتمرين كان النهارده وبكره اجازه، والاستئناف بعد كده، وعندنا مباراه يوم الثلاث مع فاركو. اتمنى اللعيبه اللي انت عايز تبص عليها ما يهمكش النتيجه. اللعيبه اللي انت عايز تبص عليها، عايز تشوف علي معلول، عايز تشوف عمر الساعي، عايز تشوف مش عارف ايه، لاعبهم يا سيدي. مباراه وديه خلاص، احنا الرابطه احنا براها، مش فارق معانا النتيجه. فجرب اللعيبه دي كانها مباراه وديه، نبص عليهم ينفعوا ولا ما ينفعوش بس. ما ناخدش قرار مسبق، او ما ناخدش خطوات يعني مسبقه تجاه بعض اللاعبين، ملوش لازمه، الوقت ما يسمحش بكده. هذا بالنسبه لمستر مارسيل كولر.